يلا. بيكم في مطعم آوى للمأكولات العراقية الكردية. أول مرة في حياتي آكل مسكوف سكتني على وشي. ورجعنا لكم مرة تانية أحبابنا الكرام أينما كنتم. شوفوا يا جماعة، أنا ما بتحركش إلا بطلبات المشاهدين، أهلنا وأصحابنا في العراق. تحية كبيرة ليهم لأن هم رفعوا الفيديو بتاعهم رفعة غير عادية. النهاردة السفرة مختلفة عن أي سفرة. إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في شارع متفرع من سهرود. فاكرين سهرود؟ فاكرين الفيديو الاولاني؟ لو حد شافه يروح يشوفه. انا اول مره اجرب الدولمه العراقيه. انا جربتها من بيوت، يعني من عند الناس، لكن اول مره اكلها في مطعم. خلونا نجرب ونشوف هل يستحق البوزيتيف كومنتس اللي جات لنا على القناه ولا لا. النهارده انس وزوجته هيجربوا ويقولوا لكم ايه رايكم. يلا بينا. من عادات المطاعم العراقية هنا في بريطانيا إن أول ما تدخل يقدموا لكم شوربة، سواء شوربة عدس، شوربة لحمة، الشوربة الموجودة عندهم في اليوم اللي أنت جاي فيه. ودي كده كادو من عندهم، يعني ده ترحيب بيك عبال ما أنت تهيئ معدتك، عبال ما الأكل ينزل أو إيه تفكر تطلب إيه. دي بقى شوربة عدس، بس إيه تقيلة. أوه ما شاء الله. قاموسك شكله حلو. تسلم، شكرا. العدس ده والله كأنك بتاكله في بيتك. جميل، ده الواحد يبدأ بيه اليوم. هنبدأ بداية صح النهارده. هي انت جميلة. ايه رأيك؟ لكن ملحة قوي. خلينا احنا بقى نشوف المنيو مع بعض. يا ناس بتشجع جدا. الباترينا النهارده اتخبل. خلينا احنا بس نبدأ الأكل ونشوف، يعني هنعمل لكم ريفيو صح ونقول لكم إذا كان تيجوا هنا ولا لا. وما تنسوش بقى قبل ما نبدأ تدونا بقى اللايك الذي يحبه الجميع. So we're gonna have one carp fish. The smallest one. Yeah. One dolma. كفتة ولحمة وفراخ صح؟ دي أصغر واحدة هنا، لكن هي أكتر من كيلو. ده اسمه الكرب، سمك بيحبه الشعب العراقي. خلينا نشوف يا جماعة الأكل ده يستحق اللي الناس بتقوله ولا لا. تعالي أنا أروح جرب قهوة. خلينا نشوف. النهاردة هنقول لكم بما يرضي الله. أنا طبعا هبدأ بأحلى حاجة على السفرة اللي أنا بحبها طبعا، وهي السمك. خلينا نشوف. شايفين يا جماعة الليمون المشوي ده اللي عليه؟ خطير. شايفين؟ أنا أحب السمك اللي مش طعمه سمك. إزاي مش عارف، بس خلينا نجرب ونشوف. أعصر عليها ليمون. يا سلام، بسم الله. على طول. والله طعمه ليمون أكتر. خليني أدوق من غير ليمون. بسم الله. السمكة مش نافعة يا جماعة بالشوكة. السمكة مليانة شوك بشكل غير عادي. بس خلينا ندوق كده. أنا مش قوي السمكة، مش قوي. ثانك يو. تمام إن شاء الله. بارك الله فيك يا راجل. نفسه طبعا حاجته تطلع حلوه، لكن احنا والله ولا هنتكلم بما يرضي الله. بس هنا انا بحب السمك جدا. انا بحب السمك. شايفين السمكه مهريه، يعني مش فصوص. شايفين؟ يعني مش فصوص. وبعدين فيها شوك كتير، يعني لو واحد جاب سي باس كان ممكن يكون
احلى. شايفين عامله ازاي؟ مع انها اغلى حاجه هنا. انا مش عارف اكل معلقه واحده. ده اكل ناس. انا مشتاقه ليها صراحه. واحده تانية مليانه شوك. ايه ده؟ لا مش كده يا جماعه. كمان هي مهريه جدا وريحتها سمك قوي. هي شكلها حلو في الباترينا، مش عارف ليه الطعم كده. تمام، عامله زي القطن مش فصوص. هقول لكم سعر في الاخر. خلينا نشوف امل ايه رايها فيها. هجرب معاك. شوك كتير يا انس. مليانه شوك قوي، يعني الواحد مش عارف ياخد واحده. مم. طب امال هنا بياكلوها ازاي؟ طب لحظه اخد حته تانية. بسم الله. ايه كم من 10؟ يعني 3 4 من 10. انا كمان. مش حاساها فريش، حاسه السمك قديم. عجين. مش فصوص كده بيتفصص. اه وفيها ريحه يعني طعمها مش قوي، ومش عارفه اكل واحده من غير شوك. ايوه طيب خلاص. انا ما اجيبهاش. انت ما تجيبهاش تاني. ما اجيبهاش لا. وانا كمان. تمام نكست. دلوقتي احنا معانا الضلمه العراقيه. شايفين؟ يا سلام دي الضلمه. هو شكل مالناش دعوه بالشكل، خلينا ندخل في المضمون عشان الواحد يكون منصف. دي ضلمه كرنب ولا ورق عنب؟ ده بيتهيألي لو ورق عنب من ولا هنا كروم. ورق عنب، لكن من هنا شكله كرنب او لا مش خس. ما اعرفش نوع تاني، ما اعرفش. دي بتنجان. فهذه في قطعة 2 3 4 5 6 7 8 9 قطع، بس قطعة صغيرة 8 قطع. حجمها حلو لواحد، يعني لو واحد more than enough أصلا. جميلة جدا. خلينا نشوف طعمها. تمام. ودي فيها قطعة لحمة كبيرة برضو مستوية قوي. دوقها كده هي الأول. نبدأ بيها هي الأول. موزة، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين عاملة ازاي؟ نعم روعة. بيبان عليه. اللحمة روعة بجد جميلة. خلينا نشوف الضلمة إن شاء الله ما يخيبش ظن. هو الضلمة زي المحشي عندنا لكن طعم مختلف. يعني اللي ياكل ضلمة وهو مغمض عينه يقول له كل محشي، يحط له ضلمة في بقه يعرف ان هي ضلمة على طول، يعرف ان هي دي مش المحشي المصري خالص. احنا بناكل ضلمة ما بناكلش محشي، لازم نتفق على كده. اولا المحشي هنا مختلف جدا. عند العراقيين المحشي بيبقى فيه نكهات، منكه كانك بتاكل حشو المحشي، لانه طبعا مش ينفع تمسك المحشيايه. يعني انا زي دي كده مش ينفع امسكها كده، لازم بالشوكه والسكينه او بالمعلقه وتاكلها زي الرز. بيبقى فيها مكونات كده جميله جدا، انا بحبها اصلا. النهارده يا جماعه بنعمل ريفيو، لو الاكله فيها اي حاجه كده ولا كده هنقول لكم. طبعا ريحته جميله جدا. الرز ما هو لازم يكون الرز عندهم هنا يتعجن، هي حلاوته في انه يكون معجن. جميل والله طعمه حلو جميل، انا مش شايف فيه اي غلط، بس هو مزز قوي. يعني خلينا نشوف النوعيه دي ربما تكون باذنجان. خلينا نجرب الباذنجان. اكتبوا لنا في التعليقات يا جماعه هو ايه الورق ده، هل ده خس ولا كرنب؟ يعني اكتبوا لنا في التعليقات. تمام جميل، بس ده احلى، الكائن ده احلى. قولوا لنا ايه ده بقى في التعليقات عشان الكل يستفاد. تمام. وطبعا معاها سلطه هنا، سلطه كرنب، سلطه خس، سلطه بصل. سلطه كده تخلي الواحد يفصل فريش. تدي كم من 10؟ هو مش فيه اي حاجه غلط، لان هو اول ما جالي انا حسيت كده انه متلعبك. تمام، انه متفعص. في ناس بتقول لي انه يا ناس اصلا المحشي لازم يكون متعجن كده، الدولمه لازم تكون بالشكل ده مهليه كده. ايوه ماشي. انا اديله 8 من 10. انت ايه رايك؟ جميل. عجبك؟ انت بتحب المحشي؟ اولا مزز وانا احبه برضو كده. لا جميل. لا والله. لا عجبني على فكره. اديله كم من 10؟ اديله 9.5 من 10. اوف. لا عجبني جميل. لا والله. والله جميل جدا. اللحمه طعمها روعه. اللحمه طعمها جميل. شكلك مبسوطه. طب ايوه اكتر، الباذنجان ولا الكائن التاني؟ كله روعه. كله روعه. لا جميل جدا جدا خلاص. بجد حلو. شكلك مبسوط جدا. سيب بقى الشوكه، احنا من البدايه مش عارفين ناكل اصلا هنا بشوك،
خلينا بقى ندخل. ايوه حط العيش ده كده. ادخل يا عم. ناخد بقى العيش نفتحهم. انا بقى عايز اتمزج. انا هاخد شويه بصل ونحط عليهم تشيكن تكه. تشيكن تكه، شيش طاووق يا جماعه. شايفين عامل ازاي؟ قبل ما اعصر عليه ليمون احب ادوق الحاجه كده. بسم الله. انا حاسس ان هي ناشفه شويه لكن طعمها خطير، طعمها جميل. خلينا نشوف الكفته كده. ناخد طماطميه الاول. طماطم ايه الكلام؟ يا ريتني ما دخلتها الاول. عيد شوف. ناخد من غير طماطم. جميله، فيها شويه طعم ضاني لكن هي جميله. اديها 6 من 10 يعني عشان طعم الضاني، لكن هي مستويه وحلوه. خلينا نشوف اللحمه. والتشيكن تكه كام؟ تشيكن تكه انا اديها 8 من 10 عشان ناشفه. خلينا نشوف اللحمه عندهم الكباب. شوفوا يا جماعه، تشد شويه. خلينا ندقها كده مع العيش. الراجل ده يقعد جنبي يعني. هل قاعد جنبي تبع المطعم؟ زباين. المطعم اتملى ما شاء لا الله. تسيء الظن يا انس. ايوه. اللحمه مش مستويه برضو، يعني ما فيهاش طعم لحمه صراحه، ما فيهاش طعم مكاوي. تاني مره فيها طعم ضاني، يعني شكلها عجال نشفى. 6 من 10 على طول. الناس بتيجي من كل مكان، وفي بوابه للعوائل من ورا غير البوابه الرئيسيه. يعني انت ممكن تطلع من هنا تدخل من هنا من ورا ده مكان العوائل الخاص اللي احنا قاعدين فيه، ده هو مكان العوائل. خلينا بقى نشوف المشروب بتاعنا. ده بديل الفيز درينك. بسم الله. الله، روعه. حاطين عليه شبت. لا المشروب بتاعهم ده جميل جدا. خلينا نشوف الصوصات. احنا عمالين نتكلم عشان انا مش النهارده مش كلت كوزي، فمش راضي ابص لاي صوصات. بلاش تقيمها، دي جات لك اوبشن، وبلاش تدوقها وبلاش تقيمها. بلاش ادوقها وبلاش اقيمها. طيب يعني نصيحه مني. خلاص خلينا نشوف امل تقول لنا ايه على المشاوي. انت بقيتي من المقيمين المشهورين. الناس بيقولوا احنا بنثق في كلام امل اكتر منك. انا اصلا بحب لما اروح عند العراقيين اطلب الكفته بتاعتهم دي، بحس ان هي مش فيها افتكاسات، بتاكل طعم اللحمه الحقيقي يعني. جميله، انا بحبها اصلا. انا ما بحبش اللحمه عندهم. ليه بقى؟ لانها بتبقى طعمها ضاني. بس انا هدوق هنا اهي. ادينا تحفينا. دي اللي طعمها ضاني. ودايما مش في المطعم ده، في كل المطاعم يعني. في كل المطاعم نفس الطعم، ما اعرفش ليه يعني مختلفه. تمام. اما الكفته اللي هي المنس ميت دي روعه. عجباك الكفته؟ انا بحبها. انت بتحب الكفته اصلا. دي الفراخ. جميله. لا والله. اديها 9 من 10. الكفته اديها يعني 9.5 من 10. اللحمه انا مش قوي يعني، بس هي والله مش وحشه. لكن انا اديها مثلا 5-6 من 10. لما الواحد ياكل عند الاكراد. اكراد ولا العراق؟ اكراد والعراق هم شعب واحد. هو شعب واحد. تمام. هي معظم المطاعم هنا يا جماعه، دي حقيقه تقال انه معظم اصحاب المطاعم هنا في بريطانيا اصحابها من كردستان، لكن هو ده الاكل العراقي برضه. فاحنا كومبينيشن مع بعض. خلوكوا انتوا مع الحاجات اللي بتحصل هنا. لازم بعد الاكل العراقي الكردي لازم الواحد يحلي بالبقلاوه. ختامها مسك. ويمسك الشاي بتاعهم ويشرب. الله، روعه. دي بقى كيفت لي دماغي. خلاص مبسوط. دي انا اديها 10 من 10. في اي مكان انا بديها 10 من 10. بقلاوه خطيره. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ unbelievable. مفيش يوم واحد طلع بمطعم عراقي وهو مش متظبط. الله الوكيل، لو مش البقلاوه في الاخر كان الواحد ما كيفش. انا طلبت فاتوره قال لي مفيش فاتوره وبعتها لي على الايميل. دلوقتي طبق المحشي الضلمه كلفنا 13 جنيه، وطبق المشاوي 13 جنيه. طبق الضلمه ده كله ب 12 جنيه. والله انا شايفه شيء جميل جدا.
لنفر واحد يعتبر سعر رائع يعني. طبق المشاوي فيه سيخ كفته وسيخ فراخ شيش طاووق وسيخ لحمه مع السلط ب 13 جنيه. برضو انا شايفه سعر جميل جدا. ايه تاني؟ احنا خدنا ايه تاني؟ بتفكرونا؟ احنا طلبناها صغيره. السمكه دي طبعا. انا يا جماعه المسكوف ده كان نفسي اكله باي شكل من الاشكال، يعني هو ربما يكون يعجب ناس تانيين، لكن انا بالنسبه لي ما عجبنيش قوي صراحه. وسعره مش رخيص، السمكه ب 30 جنيه. انا كنت جاي مخصوص بناء على رغبتكم، وانا برضو من جوايا نفسي اجرب الضلمه ونفسي اجرب السمك. شوفوا يا جماعه الحمامات نظيفه والمطعم ككل نظيف، القعدات نظيفه والناس شيك ونضاف، لا لا المطعم نظيف، بس ريحه الحمام نظيفه. انا على النظافه المكان اديله 9 من 10. على السيرفيس بقى ادي لهم 10 من 10. الناس ذوق جدا 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 بصراحه، وده مع الاكراد في كل مكان. دايما ناس مزويين وناس ترحابيين ويرحبوا بالناس، بالزبون اللي جاي. اول ما جينا قدموا لنا الشوربه والاكل طلبناه ما كملش 10 دقائق كان ما شاء الله، مع انه سمك مشوي واكل مشوي. انا رحت صورته وهو بيتشوي على طول 10 دقائق كان الاكل نازل. المطعم بقى ككل انا تقييمي للمطعم 7 من 10. اجي هنا تاني ولا لا؟ بصراحه يعني بصراحه انا ما تكيفتش، ربما عشان انا ما جبتش الاكل اللي انا بحبه، لكن الاكل اللي السمكه والله يا جماعه السمكه يعني تحس ان هي قديمه بصراحه. يعني المطعم واخد 7 من 10، فانتوا ممكن تيجوا انتوا ناس ثانيه يعجبهم الحال، لان المطعم مليان. لكن انا ما اجيش هنا تاني صراحه يعني. خلينا نشوف امل ممكن عندها راي تاني. انت بقى يا ام حمزه؟ بالنسبه للستاف انا اديله 10 من 10 زي ما انت قلت. اوكي السيرفيس ناس محترمه جدا. تمام. بالنسبه للنظافه انا ما دخلتش الحمامات، لكن المطعم نظيف ولانه جديد كمان يعني مش بقاله سنين يعني، وقعدته شيك وللفاميليز وكده القعده جميله جدا. اللي هو من غير حمامات النظافه اديها 9 من 10. اما بالنسبه للاكل من 10 لحظه بس، لا والله لا اتكلم. طيب السمكه دي بالذات انا كنت بشوفها على اليوتيوب وفي الفيديوهات مسكوف. المسكوف وشكلها، فانا عمري في حياتي ما اكلتها وكان نفسي اكلها. فلما انس جابها سمكه ب 30 جنيه في حين ان احنا طلبنا الصغيره ب 25، لكن هو دفعنا 30. معرفش ليه برضو. ممكن يا امل ما رضيناش نسال صراحه. ممكن وزنها. السمكه وحشه قوي، شكلها قديم، ريحتها وحشه وطعمها وحش. انا ما اعرفش يعني هل ده المسكوف ولا العيب في اللي طبخوه ولا السمك قديم. كان واحنا بناكل سمك وعارفين المين كورس كان هي سمكه المسكوف. أيوة. يعني دي كانت اهم حاجه عندنا اللي احنا دوقناه قدامكم وفي الاخر خلاص أيوة. ما لمسناهاش تاني. طيب التوتال التجربه الكامله اوفرول 7 من 10. 7 من 10. طيب ايه اكتر حاجه عجبتك في الاكل؟ اكتر حاجه عجبتني في الاكله هي المشاوي. البنت عيانه اصلا عشان خاطر انتوا قلتوا عايزين يسرا تظهر في الفيديو الجاي. والله البنت تعبانه وجبناها مخصوص. طيب وانت يا يسرا الاوفرول طيب كام؟ 10. 7 من 10. اشكركم على كل التعليقات اللي انتوا عملتوها لي انا في الفيديو اللي فات، وما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب على الفيديو ده. لو سمحت ممكن اقول كلمه عشان أيوة. متغاظه قوي. أيوة. لو حد بيعمل مسكوف حلو يعزمنا، لاني اول مره في حياتي اكل مسكوف سكتني على وشي، او يقول لنا فين واحنا هنروح. سلام.